مسلسل حكاية جزيرة بيتكلم عن حزيران شغالة في شركة، وبعد كده المدير بتاعها بيطلب منها ان هي تروح جزيرة تجمع معلومات عن راجل مش راضي يبيع لهم الارض، وهي كان نفسها تشتغل في منصب في طوكيو، فاشترط عليها ان هي تروح الجزيرة دي مقابل ان هي تسافر وتشتغل في المنصب بتاع طوكيو ده. ففعلا بتروح الجزيرة وبتبدأ ان هي تجمع معلومات عن بويراس صاحب الارض دي، وبتدخل المصنع بتاعه من خلال فوق سياحي، وبتبدأ ان هي تاخد المعلومات دي. وبعد كده بتعرف ان بويراس ده مش الشخصية الشريرة اللي صورها لها صاحب العمل عندها، وانه كان بيضحك عليها. وبعد كده وهي رايحة بقى عشان ترجع اسطنبول بعد ما جمعت المعلومات، السفينة بتفوتها، بترجع تقعد في الجزيرة تاني، وبتبدأ ان هي تستوعب ان بويراس ده شخص كويس، وان هي كده هتضره بالمعلومات اللي ادتها لصاحب الشغل ده. فهتقعد في الجزيرة فترة وتحاول ان هي تعوض الضرر او تصلح الضرر اللي هي هتسببه لبويراس عشان المعلومات دي، وهتنشأ ما بينهم بقى قصة حب لذيذة كده.